نفترض ان انت دلوقتي طفل صغير اول مرة تدخل المدرسة. تعال نعدد التجارب اللي انت بتمر بيها. اول تجربة مثلا هي ان انت عايز تشرب مية في الفصل، ورحت تشرب مية، المدرس زعقلك، قالك استأذني الاول قبل ما تشرب مية. امم استأذنه الاول. لازم تعرف ان انت بتبرمج الطفل ان هو يستأذن على اي حاجة يعملها حرفيا، والموضوع ممكن يفضل معاه لحد ما يكبر كمان. فاهم الفكرة؟ بس قبل ما ابدا الفيديو، لو ما تعرفش انا مين، انا اسمي زياد. بحاول ان انا ارجع الرجاله مكانتهم الحقيقيه في المجتمع عن طريق ان هم يطوروا من نفسهم اكتر ويبطلوا الحاجات الغلط اللي هم بيعملوها. ولو عايز مساعده اكتر خش الديسكورد اللي في الديسكريبشن. الديسكورد يا جماعه كبر قوي اليومين اللي فاتوا، اللي انا اتكلمت عليه في اخر فيديو طلع من 40 لحد 70 تقريبا واحد في الديسكورد. وفي ناس دخلت عماله تتكلم وتتفاعل وكده. فادخل الديسكورد لان انا عملت ويكلي تشالنج، والاسبوع الجاي برضه هعمل نفس الحاجه. والويكلي تشالنجز اللي انا بعملها باختصار هي حاجه زي تحديات بعملها عشان نطور من نفسنا اكتر وكده. يعني الاسبوع ده كان تحدي منتل شويه، كان ليه علاقه بمديتيشن ساعه كامله. فانت لو عايز تتحدى نفسك وتشوف انت معمول من ايه بجد، فخش الديسكورد دلوقتي. فالنظام التعليمي وانت صغير بيعلمك انك تستأذن عن كل حاجه، ده غير انه بيعلمك انك ما تغلطش، او الغلط ممنوع. لان انت لو بتذاكر مادة معينة ورحت تمتحن في الامتحان ده، اغرب حاجة هتحصل لك اول مرة تمتحن في حياتك، لما تغلط انت خلاص الفرصة راحت منك. وده بيبرمجك وانت صغير انك انت في حياتك كلها ما ينفعش انك تغلط، او الغلط مش مسموح بيه. وانت اكيد عارف ان الموضوع ده ليه تأثيرات غلط كبيرة جدا على مخ اي انسان، انك تعوده وتبرمجه ان اي غلط ممكن يحصل في اي نقطة من المشوار اللي هو فيه حاجة ممنوعة. فدي غلط جدا، لان انت ما بتغلطش في حاجة الا وهتتعلم منها. لو انت مثلا فاتح بيزنس، يعني انا حاجة بقولها دايما لاي واحد عايز يفتح بيزنس او يعمل فلوس اونلاين او الحاجات دي: انت في البداية لو ما غلطتش مش هتكمل. انت فاهم الفكرة؟ لان فكرة انك ما تغلطش في البداية او ما تعملش حاجة غلط في البداية فتتعلم منها قليلة جدا. وانا نصيحة دايما بديها للناس: انت تقريبا مش اول بيزنس اللي هو هيظبط معاك، تقريبا رابع او خامس بيزنس هو اللي هيظبط معاك. ومش في بيزنس بس، في اي حاجة تانية تقريبا انت هتظبط معاك الدنيا من رابع او خامس محاولة. ففي جملة هنا انا بديها دايما لكل الناس: نفترض انك بتحاول في حاجة، وانت اي حاجة في الحياة حرفيا، حاول 30 مرة الاول، او افشل 30 مرة الاول، والدنيا هتظبط معاك. فانت لو حطيت في دماغك فكرة انك لو فشلت 30 مرة الاول والعملية هتمشي معاك وهتظبط وكده، فانت حرفيا ما عندكش اي هدف انك توقف. فاهم الفكرة؟ والموضوع ده هو اللي خلاني اكمل يوتيوب على فكرة. يعني انا في البداية، انا فاكر ان انا كنت نزلت اول فيديو في تقريبا مارس 2024، تمام. ساعتها انا كنت بنزل وخلاص، وما كانش فارق معايا المشاهدات وكده، مع ان انا اعتبر جبت البيك في المشاهدات والسبسكرايبرز وكده بدري شوية. يعني في ناس بتنزل 100 فيديو على ما يوصلوا ل 500 سبسكرايبر مثلا. انا منزل حاجة و50 او حاجة و60 واصل 1000 وشوية. انت فاهم الفكرة؟ فانا اعتبر اللي هو اتقدمت شويه عن باقي الناس، لان انا اصلا كان عندي خبره في موضوع المحتوى من قبل كده، فانا عارف بعمل ايه. انما باقي الناس لا. فباقي الناس لما تيجي تبدا وتعمل الحاجات دي وكده غالبا هتستسلم بسرعه جدا. بالذات ان انا جات لي فترات وكده كنت وقفت ورجعت تاني والمشاهدات كانت قليله جدا. فالموضوع ده يعتبر محبط لناس كتير، ناس كتير مش هتقدر تكمل منه اصلا. فاهم الفكره؟ علشان كده انا بقول مشكلة النظام التعليمي بالذات في المدارس وكده ان هو بيعلمك ان الغلط حاجة ممنوعة. والموضوع برضو مش مدارس بس، يعني انا كاتب كمان في الجامعات. الجامعات يا جماعة، خلينا نتفق ان اغلب احلام الرجالة بتنتهي اول ما يخلص مدرسة. لان احنا متبرمجين على فكرة ان انت صغير لسه ومش عارف ايه وعندك وقت، مع ان الموضوع ده مش صح. يعني انت شايف لعيبة الكرة دلوقتي بيبيك هو 18 سنة 17 سنة. لامين يامال، في لعيبة كتير برضو 18 سنة وفي البيك بتاعهم دلوقتي. فنبطل نتعامل على ان الدنيا تمام وعلى ان احنا صغيرين لسه، لان الوقت بيعدي مننا. يعني خلينا نفترض واللي هو مش نفترض، خلينا نتقبل ان الوقت خلاص بيعدي مننا واحنا لازم نعمل حاجة، لان احنا ما عدناش صغيرين. انت فاهم الفكرة؟ احنا ما عدناش صغيرين في السن على فكرة ان احنا نفضل قاعدين في مكاننا وما نعملش حاجة ونستمتع بحياتنا ومش عارف ايه. الوقت بيعدي مننا بسرعة يا جماعة. في قصة تقريبا اول مرة احكيها على القناة هنا. كنت مسافر دبي في مرة، تمام. الموضوع ده من سنتين.
كان عندي 19، لا كنت تقريبا كملت 19 سنة ساعتها. لا، هي من سنة كان يناير 2025. الفترة دي بحبها جدا يعني. المهم في يناير 2025 عرفت اول ما رحت دبي ان انا الجيم اللي انا كنت بتمرن فيه ملاكمة وكده كانوا مطلعين رحلات زي ايفنت MMA اسمه PFL. المهم PFL انا شفت الموضوع عرفته، وبعدين رحت كلمت واحد صاحبي قلت له يا اسطى مش عارف ايه تعالى، ده عثمان نورماجوميدوف هيلعب فيه ومش عارف ايه المين ايفنت وكده. قال لي بجد اوكي ماشي انا هاجي معاك. المهم جبت له التيكت، ظبطت له الموضوع يعني. وبعدين رحنا. جماعة احنا التجربة دي في حياتنا، في حياتي انا وفي حياة صاحبي اللي راح معايا ده، انا متأكد انها غيرت حياتنا للأبد. احنا اللي شفناه هناك، انا مش عارف احكي لك ازاي، بس انا مهما قعدت احكي انا مش هقدر احكي لك. انت فاهم الفكرة؟ جماعة الناس اللي هناك معاهم كمية فلوس، الناس اللي هناك اغنياء بطريقة اللي هو مش عارف اشرح لك ازاي. بس هو ما عندوش مشكلة في الخروجة دي يدفع له، لو هحسب لك بالجنيه يدفع مثلا 20,000 جنيه في خروجة. وده رقم قليل، ده الفقير هناك. مش الفقير بس العادي هناك. فاهم الفكرة؟ في ناس بقى بتدفع أكتر بكتير. يعني أنا شفت فواتير لمطاعم، الفاتورة ب30,000 درهم، اللي هي تقريبا كام جنيه؟ 3 مليون جنيه. لا 3 مليون ايه، تقريبا 300,000 400,000 500,000 جنيه. انت متخيل؟ نص مليون في عشوة حرفيا. تمام. والفكرة هنا ايه؟ ان هتقولي اه طب دول ناس اغنياء تلاقيهم بقالهم كتير وكده وبيشتغلوا بقالهم سنين. الناس دول قدنا. الناس دول قدنا، نفس السن حرفيا، نفس كل حاجة، قدنا، ممكن اكبر مننا ب3 سنين. انا عشان كده كلمت صاحبي يوميها. انا فاكر واحنا في المين ايفنت قلت له يا اسطى انا هموت مش قادر. قلت له يا اسطى انا عايز ابقى زي الناس دول. قال لي والله وانا. قال لي خلاص انا اصل بص اقول لك حاجه، في فرق بين انك تبقى عايز حاجه وفي فرق بين انك تشتغل عشان تعمل الحاجه دي. فاهم الفكره؟ هقولها تاني، في فرق بين انك تبقى عايز تعمل حاجه. انا عايز ابقى غني، الراجل اللي هناك عايز يبقى غني، الناس كلها عايزه تبقى اغنياء، كل الناس عايزه تبقى اغنياء. تمام. بس في فرق بين اللي عارف هو بيعمل ايه، وفي فرق بين اللي مش عارف هو بيعمل ايه وبيتمنى وخلاص. انت لو من النوع اللي بيتمنى وخلاص فانت هتعيش حياة زبالة جدا صدقني. لو انت من نوع الامبيشس وفي نفس الوقت كسول، لو انت من نوع الطموح وفي نفس الوقت كسول، فانت حياتك بجد هتبقى وحشة جدا. لو انا ما اتمناش الحياة دي لأسوأ اعدائي حرفيا. تمام. فحاول تغير من الصفة دي، وانت هتغير من الصفة دي فعلا لما تشوف الناس دول قدامك. يعني انا متأكد التجربة دي ممكن تصلح مخ 80% من الشباب. مش بهزر والله. ما انت شوف هقول لك حاجة، احنا اصلا من قبلها بسنتين واحنا بنتكلم في البيزنس والمش عارف ايه والفلوس وعايزين نعمل فلوس وكده. بس الموضوع فرق معانا فعلا لما رحنا هناك. احنا لما رحنا هناك، لما رحنا شفنا العالم، شفنا الناس عايشين ازاي، والناس اللي بجد اللي هي الناس اللي قدنا. ما رحناش لواحد عنده 50 سنة وقلنا هي معاه فلوس ومش عارف، لا ناس قدنا في العشرينات. كنت انا تقريبا ساعتها 19، وهو 20. قدنا يعني اللي هو مفيش فرق، يعني فرق 3 سنين ده ولا حاجة. فاهمني؟ فعشان كده احنا دمنا اتحرق، ما قدرناش اللي هو. يعني انا فاكر، عارف بعد في حاجة اسمها البوست ايفنت ديبريشن ولا حاجة كده، بعد اي ايفنت كبير انت بتجيلك اكتئاب. انا ما جاليش اكتئاب، بس انا كنت في نفس انا كنت متحمس، وفي نفس الوقت كنت مش راضي عن حالي. وفي سر هقوله لك دلوقتي، 100% من الناس اللي انا شفتهم يوميها، وانا كلمت ناس منهم. كلمت واحد اسمه انيس، بريطاني باكستاني. تمام. والميكس ده هو مش ميكس، هو بريطاني تمام او باكستاني، اتربى في بريطانيا وعاش هناك كده، فهو بريطاني وفي نفس الوقت باكستاني. تمام. الواد ده عنده 17 سنة لما كلمته، يعني تقريبا عنده دلوقتي 18 او 19 سنة. ماشي. الواد يا جماعة كان جايب مايباخ. تمام. كان بيشتغل مع انفلونسر مشهور بيصور له كده، كان فيديوجرافر.
وكان كونتنت استراتيجيست ومش عارف ايه. كلمته بعد ما الايفنت خلص، اصلا كنا واقفين انا وصاحبي هو جه يكلمنا. المهم قال لنا انتوا عجبكم الايفنت ومش عارف ايه. قلنا له اه وكذا كذا كذا. قلت له انت فين وبتشتغل ايه وجيت هنا ازاي. لان هو فيديوجرافر زي يوتيوبر كبير او مش عارف انفلونسر كبير على الانستجرام. كان وراني صورته. الراجل بيبعته بمايباخ ويوديه بمايباخ. والواد عايش في دبي لوحده. الواد عنده 17 سنة، عايش في دبي لوحده، بيعمل فلوس كتير، عايش في موتور سيتي. موتور سيتي زي ما كان في دبي حلو جدا وكده، تقدر تروح تدور عليه. عايش في موتور سيتي والواد عنده 17 سنة. عنده 17 سنة وعايش في موتور سيتي. يعني انا كل ما افتكر، انا مش بحسده، انا اللي هو حاجة انسبيريشنال بالنسبة لي. انت فاهم الفكرة؟ جماعة احنا لازم في حل، لازم اكيد في حل للموضوع ده. والحل مش ان احنا نفضل قاعدين في مكاننا. يعني عندنا عقلية هنا في مصر بالذات ان اي حد عامل فلوس كتير حرامي. اي واحد غني ابوه هو اللي مديله الفلوس. بلاش العقلية المتخلفة دي، لان انت بتبرمج مخك انه يكره الفلوس. بتبرمج مخك بتقوله لا لا، سيب الفلوس على جنب، انا مش عايزها. سيب الفلوس، انا مرتاح في المكان اللي انا فيه. انا مرتاح وانا فقير. وده حرفيا اللي انت بتعمله. يعني خلينا نكون منطقيين، ده اللي انت بتعمله. انت بتبرمج مخك حرفيا ان هو يبقى فقير. برمجة المخ دي انا عارف انك ممكن ما تكونش مستوعبها او بتقول لا انا عايز ابقى غني وكده. بس انت بتبرمج مخك انه يبقى فقير. فده بيخلي حياتك زبالة، بيخلي عيشتك كلها مقرفة. فاهم الفكرة؟ لان انت بتقول له لا، الفئة دي من الناس انا مش عايز ابقى منها. بدل ما تكره الفقر والفقراء بتكره الاغنياء. فاهم الفكرة؟ هتقولي طب اكره الفقراء ليه؟ ما عملوش حاجة. ماشي، بس انت يعني في سر هقوله لك، اللي كنت هقوله لك من شوية. 100% من الناس اللي انا قابلتهم هناك واتعرفت عليهم، كلهم لمرحلة معينة من حياتهم كانوا dissatisfied. كانوا مش راضيين عن حالهم. عندنا كدبة معينة بتنتشر عندنا ان انت لازم تبقى راضي عن كل حاجة في حياتك. في فرق بين الرضا اللي هو الشيء الديني، وبين الرضا عن حياتك بشكل عام. انت لو راضي عن حياتك مش هيبقى عندك القدرة او مش هيبقى عندك الارج انك تتطور. دي حاجة بسيطة. فكرة انك تبقى راضي انك تعمل اللي عليك، تشتغل تتعب، والنتيجة تبقى راضي عنها. يعني افترض ان انا ملاكم مثلا، تمام. انا داخل فايت بعد شهر، هتمرن، هتعب، هدرس الخصم بتاعي، هتشوف بيتحرك ازاي، ساوث بو ولا اورثودوكس، ولا وقفته عامله ازاي، الستانس بتاعته عامله ازاي. هدرسه كويس، وهتمرن عشان واجيب ناس زي طريقة لعب واتمرن معاهم وكده عشان اتعود عليه. انا عملت كل حاجة اقدر عليها، عملت كل حاجة اقدر عليها. في الحالة دي انا قدامي ايه؟ قدامي ان انا اخش العب معاه بس. كسبت او خسرت انا راضي عن النتيجة لان انا تعبت. انما الناس اللي قاعدة ما بتعملش حاجة طول اليوم، في ناس قاعدة ما بتعملش حاجة، مواعيدهم زبالة، بيشتغلوا من غير ضمير، وبيستنوا حاجة كبيرة في حياتهم. بالذات عندنا، يا جماعة احنا عندنا مشكلة في المواعيد. المواعيد عندنا فيها مشكلة. بس خلينا نتكلم عن الموضوع ده بعدين. فانت لو عملت كل حاجة صح وخسرت او كسبت، انت راضي عن النتيجة. تمام. لان انت عملت اللي عليك وربنا ادالك الحاجة الاحسن ليك. لازم تؤمن بده. هو ده تعريف الرضا، انك تسعى وفي نفس الوقت تبقى راضي عن النتيجة. انما انك تفضل قاعد في البيت ما بتعملش حاجة، وتبقى عايز حاجة كبيرة، وتقول لا خلاص انا راضي باللي انا فيه، انت ما حاولتش يا اسطى. يا اسطى انت ما حاولتش. انت راضي عن ايه؟ مش فاهم. يعني لو انت فقير وانت اصلا ما حاولتش انك تشتغل شغلانه عدله، او ما حاولتش انك تفتح بيزنس اونلاين، او ما حاولتش انك تعمل اي حاجه من الحاجات دي، فانت مالكش الحق انك تقول خلاص انا راضي بحالي. مالكش الحق انك تقول كده، لان انت اصلا ما حاولتش. فاهم الفكره؟ فانت لما تحاول والموضوع ما يظبطش معاك، ساعتها يبقى، او حتى مش هقول لك ارضى ساعتها، لانك انت تقدر تحاول تاني. فاهم الفكره؟ الناس دول اللي قابلتهم، مفيش حد نجح في بيزنس من اول محاولة ليه. كل عمل، انا بدأت في كذا بيزنس. انا عملت دروب شيبنج الاول، اي اوتوميشن عملته السنة اللي فاتت. وبعدين اليوتيوب كنت بعمله في الفترة دي، بس ما كنتش واخده كبزنس قوي. في حاجات كتير انا عملتها يا جماعة عشان اوصل لليفل معين. انا مكاني هنا. لان نفترض مثلا انك عايز تختار حاجة بين الاتنين، او في كذا حاجة انت محتار بينهم، هتختار ازاي؟ هقول لك زي انالوجي تفكر فيها كويس.
انت ماشي بعربيتك في طريق عادي، وجي قدامك طريق شمال وطريق يمين، ماشي، هتختار ايه بينهم؟ في ناس في الحالة دي هتفضل واقفة في مكانها مش هتتحرك، هتفضل قاعدة، هتفرمل في نص الطريق وتفضل انا هفكر هدخل اليمين ولا الشمال، بس انا لو دخلت اليمين ممكن يحصل حاجة معينة واموت، بس انا لو دخلت الشمال ممكن مش عارف تظبط معايا، بس انا حاسس ان اليمين احسن. انت التفكير ده غلط. انت هتقدر تمشي بالعربية عادي، تخش الطريق اليمين مش حلو، مش هيوديك للديستنيشن بتاعتك، خد يوتيرن ولف وخش الشمال، بسيطة. عشان كده انا جربت كذا بيزنس موديل، لان انا ما كنتش هقدر اعيش باحساس الذنب اللي كنت احس بيه لما اكبر، وانا بقول لنفسي انت يا زياد كان ليك فرصة انك تعمل حاجة معينة، او كان ليك فرصة انك تعمل فلوس معينة من كذا بيزنس موديل، بس انت ما جربتش. انا الصراحة ما كنتش هقدر اعيش مع الاحساس ده. في ناس، يعني بص اقولك حاجة، انت اي حاجة بتعملها في حياتك انت هدفك الاول انك تبقى سعيد. في ناس بتبقى سعيدة ان هم يشتغلوا وظيفة عادية ويفضلوا قاعدين في البيت وهم تمام كده، انا سعيد. انما انا لان انا شفت الحياة التانية اللي انا اقدر اعيشها لما رحت بي اف ال، او الايفنت اللي كان في دبي ده، انا ما كنتش اقدر اعيش كده. لان مش من ساعتها بس من قبلها كمان، بس الموضوع ده هو اللي فعلا اثر عليا جدا. لان انا ساعتها يا اسطى بجد انا شفت الناس عايشين ازاي، انا شفت الناس اللي في سني يقدروا يعيشوا ازاي. والناس بتتكلم عن دبي انها مكان مش كويس وكده، يا جماعه بالذات العيال بتوع السيلف امبروفمنت بيقولوا لا دبي مش مكان مناسب مش عارف ايه. دبي مكان كويس عادي انت، وبيقولوا ان هو ديجنريت. دبي مش مكان ديجنريت، انت لو رايح حاجه ديجنريت انت هتروح ليها. انما انت لو مش رايح مالكش علاقه بالديجنرسي خالص ورايح في حالك او كده، انت هتبقى في حالك عادي. انما اغلبيه الناس اللي بتسمع منهم موضوع ان دبي ديجنريت وكده، هم رايحين دبي عشان الحاجات الديجنريت. فاهم الفكرة؟ مش رايحين دبي عشان يعيشوا حياة عائلية ويروحوا المسجد كل يوم ومش رايحين عشان الموضوع ده. فاهم الفكرة؟ فا ايه علاقة كل ده بالنظام التعليمي؟ النظام التعليمي بيبرمجك لفكرة معينة منها الأفكار دي كلها. بس عشان ما اطولش عليك، السبب التاني هو كره المنافسة. لو انت راجل وبتكره المنافسة، فانت بتحط نفسك في ديس ادفانتج كبيرة جدا. تمام؟ نفترض انك قاعد في جيم عادي، واقف في جيم مستني التمرينة بتاعتك بين الست عمال تريح، وجي واحد بيتمشى جنبك، كل الناس اللي في الجيم شافوه بيتمشى جنبك، طبيعي هيقارنوه بيك، هيقولوا ده اكبر، ده اصغر، مش عارف ايه، ده دراعه اكبر بشوية، ده دراعه لأ. فاهم الفكرة؟ فانت اوريدي اتقارنت بغيرك. الناس اللي بتكره المنافسة مين، او بتكره المقارنة مين؟ هما الناس اللي بيخسروا كل مقارنة او كل منافسة يدخلوها. انت لو من النوع اللي بتخسر كل منافسة تدخلها مع اي حد من population، فانت بنسبة كبيرة يا اسطى هتكره المنافسة، الموضوع طبيعي. فاهم الفكرة؟ انما انت لو بتكسب المنافسة اللي انت بتدخلها مع اي حد، فانت تكره المنافسة ليه ما انت بتكسب. فاهم الفكرة؟ لسه طبعا في ناس احسن منك، دي سنة الحياة يعني، ان في ناس احسن منك عشان تتطور اكتر وتسعى انك تتطور. انما لو انت احسن من الكل انت خلاص مش هتشتغل على حاجة. بس في نفس الوقت لو انت احسن من نسبة كبيرة من المجتمع، هتقارن نفسك بيهم، هتقول ده انا احسن منهم اوريدي. فانا بحب المنافسه، بحب ان انا اتنافس مع الناس اللي احسن مني بشويه عشان ابقى احسن منهم كمان. فاهم الفكره؟ انما الناس اللي التستوستيرون بتاعهم قليل، اللي بيقعدوا يقولوا لا انا ما بحبش المنافسه ما بحبش المقارنه، انا بقارن نفسي بامبارح وبتطور 1% كل يوم. 1%؟ يا اسطى اقول لك حاجه، انت متخيل انا عشان اوصل، يعني التفكير ده، انا في يوم فعلا قعدت افكر التفكير ده، انا لو قعدت اتطور 1% كل يوم عشان اوصل او للناس اللي انا شفتهم في البي اف ال، انا محتاج كام سنة عشان اوصل لهم. 1% بالنسبة لي ما كانش كفاية، لان انا كنت بقارن نفسي بفئة، الناس دول واصلة اوي يا جماعة. الناس دول وصل مستوى اللي هو مستوى عارف، اللي هو غني بغباء، هو لسه صغير في السن، ما كانش عنده وقت اكتر مني، احنا الاتنين عايشين نفس الوقت على الكوكب، ما كانش عنده امكانيات اكتر مني، هو كمان كان فقير، ما كانش معاه فلوس اصلا، بل انا اعتبر اغنى منه في مرحلة بداية.
ملوش اي افضليه عليا، بس في نفس الوقت احسن مني بكتير دلوقتي، اغنى مني بكتير، عايش الحياه اللي هو عايزها، بيسافر براحته، بيسافر في اي وقت في السنه هو عايزه عادي، مفيش اي مشكله. فكره انك تطور 1% كل يوم والحاجات الكيوت دي، خليني اقول لك انها مش تظبط معاك. لان انت اصلا هتظبطها ازاي انك 1% كل، انا فاهم فكره انك هتقعد تتطور كل يوم عن اللي قبله، بس انت لو تقدر تتطور في يوم مثلا 100% على طول، انت وفرت 100 يوم على نفسك. فاهم الفكره؟ لو في يوم صحيت من النوم على طول، كنت مظبط طريقة نومك، وضبط السرير بتاعك، اشتغلت على حاجة انت عايز تشتغل عليها من زمان، رحت الجيم او لعبت الرياضة انت كنت عايز تلعبها من زمان، انت كده اتطورت 100% عن اليوم اللي قبله. فاهم الفكرة؟ وكل يوم 100% كل يوم. فانت شوف الجروث بتاعك على مدة سنة هيبقى عامل ازاي. انا عارف الناس مش هتحب النصيحة دي، والناس هتقولي لا انا عايز الطريقة الكيوت عشان ابقى بني ادم كيوت وبسيط. مش هتظبط، صدقني مش هتظبط. انا عارف انا بتكلم في ايه. موضوع الواحد في المية ده انا كنت بشتغل عليه، بوصل لليفل معين بعد شهرين ولا حاجة انا بزهق، انا مش قادر اكمل. فاهم الفكرة؟ وبص انت دايما اي مجال انت فيه شوف احسن واحد بيعمل ايه واعمل زيه. انا فاهم ان في اكسبشنز شوية في الموضوع، لان احسن واحد بيبقى بيعمل حاجات يقدر يعدي بيها بس انت ما تقدرش. فانت في الموضوع ده انت محتاج يبقى عندك اي كيو فوق المية، وتبقى عندك ويبقى عندك برين سيلز يعني من الاخر. تمام. اي حد عنده 46 كروموسوم يقدر يعمل الموضوع، بل انا اقدر اقول ان اي حد عنده 47 كروموسوم كمان يقدر يعمل الموضوع ده. لو عندك 46 كروموسوم او 47 كروموسوم تقدر تعمل الموضوع ده، تقدر تطور من نفسك. فاهم الفكرة؟ الكروموسومات هنا عددها مش هيفرق معاك. حتى لو انت عندك 47 كروموسوم زيادة، انا شايف ان انت برضه تقدر لو تعمل الكلام اللي انا بقوله لحد دلوقتي. مفيش اي حاجة صعبة من اللي انا قلتها، غير انك بتكره المنافسة وبتكره المقارنة بالناس، لان انت بتخسر كل المقارنات. فطبيعي انك تكره المقارنة وتكره المنافسة. تقارن نفسك ازاي اصلا؟ يعني انت لما تشوف واحد تقارن نفسك بيه ازاي؟ في ناس بجد بهايم اللي هو ما بيفهموش، ما عندهمش مخ، والتستوستيرون بتاعهم قليل فشخ قليل فشخ. انا متأكد ان هو تحت 300 ولا حاجة، اللي هو لما يشوف واحد احسن منه بكتير ييأس ومش عارف ايه، يقول لا خلاص انا بقى هبطل. الحياة ما بتمشيش كده. بجد الحياة ما بتمشيش كده. انت لو عشت في ليفل شخص انت بتقارن نفسك بيه هتبقى زيه، لان هو غالبا بذل وقت اكتر بكتير منك عشان يوصل للحاجة اللي هو عايز يوصلها. يعني نفترض ان في بيزنس مان في نفس سنك، البيزنس مان ده بذل وقت اكتر بكتير في البيزنس ان هو يتطور فيه عنك، اكيد طبيعي. فانت لازم تبذل نفس الوقت او وقت مقارب منه عشان توصل تبقى في نفس الليفل بتاعه عادي. موضوع منطقي، الموضوع بسيط مش صعب. تمام. فانت بتقارن نفسك بايه؟ انت بتقارن نفسك بتقول انا عايز ابقى زيه، بس انا هبدأ بداية بسيطة لان انا لسه مستواي قليل، فطبيعي ان هو احسن مني. تمام. بس انت عايز تبقى زيه، فانت بتحطه كجول بالنسبة لك، بس انت لسه تحت عادي. هقول لك حكاية. وانا في جيم البوكسنج وكده، كنت جبت واحد صاحبي جديد ما لعبش الملاكمة ولا مرة في حياته، وانا اصلا كان مستواي عادي ساعتها، كان مستواي طبيعي، بس كنت احسن منه طبعا لان انا لعبت اكتر منه بكتير وكده. قال لي يا اسطى انا هدفي ان انا ابقى زيك. يعني انت شايف انت الناس بتحطك كهدف. انا لما قال لي الجمله دي انا اللي هو فرحت شويه وفي نفس الوقت استغربت، لان انا ما كنتش كويس اصلا، بس بالنسبه لناس تانية انا احسن منهم. فاهم الفكره؟ فانت طول ما انت تتطور، طول ما انت بتحط لنفسك اهداف اعلى، طول ما انت بتبص للناس اللي فوقك اكتر. انما الناس اللي بتقارن نفسها بالناس اللي اسوأ منها او الناس اللي زيها، انت ما عندكش اي هدف انك تتطور. عشان كده نصيحه دايما بقولها: اقطع علاقتك باصحابك الفاشلين، لان انت بتقارن نفسك بيهم subconsciously من غير ما انت تستوعب. مخك بيقارن نفسك بيهم. يعني انا لو بقارن نفسي باصحابي الفاشلين او بتكلم معاهم، اصحى النهارده يعني الساعه كام؟ الساعه 7:15. تمام. هصحى اقول طب هصور الفيديو ليه؟ ما انا هقدر اقعد، ما هما نايمين دلوقتي اصلا عادي، الدنيا هتمشي. بس لا، لان انا مش بقارن نفسي بيهم، انا بقارن نفسي بالناس اللي احسن منهم بكتير، لان انا عايز اوصل لمكان احسن منهم. فاهم الفكره؟ حاجه كمان ليها علاقه بالمنافسه والمقارنه وكده، هي الكوكي جار. حاجه اسمها كوكي جار كده، انا عايز اقول لك عليها. لو انت قريت كتاب ديفيد جوجنز اكيد فهمت التكنيك ده.
الكوكي جار باختصار هو زي جار بتعمله، او زي ازازة بتعملها، تمام، او زي برطمان بتملاه. البرطمان ده بيبقى مملي ايه؟ بيبقى مملي ورق انت كاتب فيه الحاجات الصعبة اللي انت عملتها في حياتك. تمام. اتمرنت ملاكمة، جريت مش عارف كام كيلو، مشيت كام كيلو، اللي هو اي انجاز او اي حاجة صعبة انت عملتها في حياتك. وانت بتستخدم الكوكي جار ده امتى؟ لما توصل لليفل انك خلاص انت حاسس بيأس شوية، حاسس انك مش قادر تكمل، فانت بتفتح الكوكي جار ده عشان تفتكر ان انت عملت حاجات صعبة كتير، عملت حاجات كتير كان في ناس نفسها تعملها بس ما قدروش، وانت قدرت تعملها. الويكلي تشالنجز اللي انا بعملها على الديسكورد ليها علاقة بالكوكي جار. الكوكي جار يعني هيتملي من التحديات اللي انا بعملها على الديسكورد. يعني 1 اور مديتيشن ده مش اي حد يعمله، صدقني مش اي حد يقدر يعمله. يعني انت حتى لو متعود على الموضوع وكده، انت صعب انك تعمل ساعة كاملة متتالية من غير ما توقف. فاهم الفكرة؟ عشان كده انا شايف ان موضوع الويكلي تشالنجز اللي انا بعمله على الديسكورد وكده حلو جدا، لانك في نفس الوقت تبني الكوكي جار بتاعك، وفي نفس الوقت تتحدى نفسك وتتعرف على غيرك. فاهم الفكرة؟ فانت لو عايز تخش ديسكورد، اول لينك في الديسكريبشن. تمام. السبب التالت اللي هبدأ بيه دلوقتي هو عدم وجود الملل. عايز اتخيل الرجالة زمان. الرجالة زمان نفترض من آلاف السنين، لما ما كانش في حاجة على الكوكب حرفيا، كان ما كانش فيه عمارات، ما كانش فيه بلاد، ما كانش فيه الكلام ده كله ما كانش موجود. تمام. ايه اللي كان بيحرك الناس دول؟ ايه اللي كان بيخلي الراجل ساعتها انه يتحرك ويعافر ويحارب؟ هل انت عارف النقطة اللي كانت بتخليه يعمل كل الكلام ده؟ كل الجريت ليدر زي الكسندر ذا جريت، جنجز خان، ايه اللي كان بيخلي الناس دول يصحوا من النوم يقولوا انا عايز احتل العالم؟ ايه اللي خلاه يحتل العالم؟ ايه اللي خلاه يعافر في حاجة زي دي؟ لو ما تعرفش، الحاجة هي الملل. الناس زمان كان عندهم ملل كبير لان مفيش حاجة يعملها. تمام. الملل هو اللي بيولد لك افكار، الملل هو اللي بيخليك تعمل حاجة. في واحد كان ماشي ما عجبوش طريقة المشية، قام بنى طريق، اخترع طريقة يبني بيها طريق. في واحد شاف ان المساحات قليلة جدا للناس انها تعيش، قام بنى عمارة. فاهم الفكرة؟ الملل هو اللي بيجيب الافكار، الملل هو اللي بيخليك ليك دافع، الملل هو البنزين بتاعك في الرحلة. فاهم الفكرة؟ يعني انت اصلا مثلا هقولك، هتقولي طب انا ملان ومفيش حاجة اعملها وقاعد طول اليوم ما بعملش حاجة. اه بس انت عندك موبايل، الموبايل ده مسلي اكتر من اي حاجة اتعملت في التاريخ. الموبايل ده تقريبا احسن اختراع اتعمل لكسر الملل، لفشخ الملل. انت حرفيا بالموبايل انت تقدر تعمل كل حاجة في الحياة بالموبايل بس. فيا اسطى بالله عليك ما تقوليش ان الموبايل حاجة عادية. انت بما ان عندك موبايل فانت عندك افضلية عن 99% من البشر اللي عاشوا في التاريخ، مش في الوقت اللي انت فيه بس. فاهم الفكرة؟ علشان كده النصيحة اللي انا بديها في الحالة دي انك تبطل تستخدم الحاجات الستيميوليتنج اوي، زي السوشيال ميديا، زي البورنوجرافي اللي انت قاعد فاتحها طول اليوم. فانت لما توصل لمرحلة ملل، انت ساعتها دماغك هيديك افكار، لان انت مخك في اغلب الاحيان مش بيبقى شغال في صالحك. تمام. بس انت لو ملان، انت مخك هيشتغل في صالحك شوية، لانك انت عايز حاجة مسلية تعملها. ودي نصيحة انا بديها في اي حد في فترة الامتحانات. خلي حياتك مملة. لما تبقى حياتك مملة انت هتلجأ للمذاكرة، لانها الحاجة المسلية الوحيدة اللي بتعملها في اليوم. فاهم الفكرة؟ الملل هنا هو اللي بيديك طاقة انك تكمل، الملل هنا هو اللي بيديك هدف. يعني ايه اللي خلى مثلا الكسندر ذا جريت ان هو يصحى من النوم ويحتل العالم؟ ان هو ملان، مفيش حاجة يعملها. ماشي. انما الواد اللي عنده 13 سنة في دلوقتي، 13 سنة ماسك موبايل او ايباد، يقدر يشوف نسوان الملك او الامبراطور زمان ما كانش قادر يشوفه. الموضوع ده يا جماعة خطر على المخ جدا. يعني تخيل، يعني كان الراجل محتاج يحتل العالم عشان يبقى ليه اكسس للبنات الحلوة اللي بتبقى موجودة على النت دلوقتي عادي، يبقى ليه اكسس انه يشوفهم. والواد اللي عنده 16 سنة او 17 سنة يقدر يشوف البنات الحلوة دي، احلى بنات جت على الكوكب حرفيا، بدوس على الموبايل. هل انت يعني تعالى نتكلم بواقعية شوية.
هل انت متخيل الموضوع ده بيأثر على الدوبامين بتاع البشر قد ايه؟ بيأثر على تطور مخك قد ايه؟ انا متأكد الموضوع ده بيعمل برين دامج 100%. الموضوع ده بيعمل برين دامج، انا متأكد. لو انا اقدر اجزم ان هو بيعمل برين دامج 100%. لان الموضوع مش طبيعي. تخيل انت عندك 13 سنة وتقدر بضغطة زر تشوف احلى نسوان في الكوكب عريانين قدامك. يعني تخيل زمان من 1000 سنة كان الراجل محتاج يعدي بإيه عشان يوصل للليفل بتاعك. كان محتاج حرفيا يحارب، يحتل دول، يروح قارات مختلفة يحتلها. انت متخيل الفكرة؟ والموضوع بسيط بجد. انا لو ما عنديش ملل في حياتي انا مش هسعى ان انا اعمل حاجة، لان انا الدوبامين كله بيفرز من ان انا ماسك الموبايل عمال اقلب، عمال اطلع من برنامج للتاني. انت فاهم الفكرة؟ فانت عشان كده لازم تبقى ملان، لازم تبقى في حالة ملل، بالذات في فترات الشغل بتاعتك. لازم تبقى في حالة ملل، معرفش تعملها ازاي. اقطع كل المسليات اللي عندك، اقطع الالعاب اللي انت بتلعبها، الفيديو جيمز امسحها من الحياة. تمام؟ لان السبب الرابع وجود الفيديو جيمز. تخيل معايا ان انت شاب صغير ماشي، قاعد ما بتعملش حاجة اليوم كله، قاعد بسيط، ما بتعملش حاجة. حياتك بسيطة شوية، لان انت يا دوبك يعني بتروح المدرسة الصبح، بترجع من المدرسة، تفضل قاعد على الفيديو جيمز بتاعتك او البلاي ستيشن لحد بالليل. انا دي كانت حياتي. يعني انا من 2017 لحد 2020 وانا في نفس نظام الحياة. بروح المدرسة ارجع منها، يا دوبك افتح البلاي ستيشن الاقي صاحبي بعت لي انفايت. فاكرين بلاي ستيشن 4 كان الانفايت بتيجي من الجنب كده، وكان صوتها حلو، يعني الصوت بيجيب دوبامين حرفيا. تمام. فكان يبعت لي على طول، اقوم داخل له على طول على البارتي، ونقعد نتكلم ونقعد نلعب اليوم كله لحد بالليل، وننام، نروح المدرسة تاني يوم نفضل نايمين في المدرسة، نرجع البيت نلعب لحد بالليل. اللي هو روتين حياة ابن وسخة. تمام. فاحنا كنا قاعدين بنعمل الموضوع ده طول اليوم. الفيديو جيمز مشكلتها، تخيل لعبة معايا زي جي تي ايه مثلا، او اي لعبة في الحياة، بس جي تي ايه هي المثال الحلو قوي في الموضوع. انت في جي تي ايه بتلعب بشخصية عادية ملهاش فلوس، ولا اللي هي شخصية عايشة حياة زبالة، وبتطور منها، بتجيب فلوس في اللعبة، بتبني بيت او بتشتري بيت، بتشتري عربيات، بتشقط نسوان في اللعبة. يعني انت بتعمل كل حاجة انت عايز تعملها في حياتك في لعبة. فالارج بتاعتك انك تعمل اي حاجة في حياتك بتتمنع، بطريقة بسيطة بتتمنع، لان انت اوريدي بتطور في اللعبة. فالجزء المسؤول عن على التطور في مخك بيقول لا، الحياة مش مهمة، خليها في اللعبة دلوقتي. فاهم الفكرة؟ عشان كده انا ضد الفيديو جيمز حتى لو ساعة في اليوم. خلينا نكون صريحين، مفيش حد بيلعب ساعة في اليوم. مستحيل تلاقي واحد بيلعب ساعة في اليوم، الموضوع مستحيل. انا شفت مفيش واحد بيلعب ساعة في اليوم. لا يا اسطى، بس انا اخلص كل حاجة عليا ولازم التزام في حياتي وكده، فانا هلعب بالليل. يا اسطى اللعب بالليل ده بيخلي الدوبامين ليفلز بتاعتك تتفشخ حرفيا، لان انت بتجرب حاجة ممتعة قوي بالنسبة لباقي حياتك. فانت مخك مع الوقت، صدقني مع الوقت هيلجأ للحاجة دي اكتر. الحاجات العادية اللي في حياتك مش هيلجأ لها تاني. انت فاهم الفكرة؟ انا عايز تفهم الفكرة دلوقتي، ان الفيديو جيمز تعتبر زي حياة. الحياة اللي انت عايشها فيديو جيم. يعني انا حاجة من الحاجات اللي سهلت عليا حياتي ان انا قلت ان الحياة دي كأنها لعبة. والحاجة اللي علمتني كده فعلا هي الملاكمة. الملاكمة علمتني يا اسطى ان الحياة لعبة، لان هي زي الالعاب حرفيا. انا بروح التمرين بحاول اتطور، مع الوقت بلاقي ان انا بتطور فعلا، الاستامينا بتاعتي بتزيد، التكنيك بتاعي بيتحسن، الحاجات دي كلها بتزيد. تمام. ففكرة انها بتطور وفي نفس الوقت هي مع الوقت الموضوع بيجي وكده، كأني بلعب لعبة. هي حرفيا لعبة. تمام. كأنها فيديو جيم بالظبط. جي تي ايه كده، انت بتقعد تحاول وتتطور وتعمل فلوس اكتر، وتشتري اسلحة وتشتري العاب، تشتري عربيات. فاهم الفكرة؟ علشان كده انك انت لو بتلعب العاب، الاحساس ده مش هيجيلك من اي حاجة تانية، لان انت قاعد في مكانك. يعني الملاكمة انت محتاج تتحرك، محتاج تتضرب، محتاج، انت فاهم الفكرة، محتاج تتفشخ عشان تتطور. انما في اللعبة انت قاعد في مكانك. ايه اكتر حاجة ممكن تحصل لك وانت قاعد في مكانك؟ هتتعصب وترمي الكنترول على الارض فهيتكسر. يعني ده حرفيا الكالوريز اللي انت حرقتها في اللعبة. فاهم الفكرة؟ عشان كده انا نصيحة بديها لأي شاب ان هو يقطع الفيديو جيمز من حياته. فكرة انك تقطع الفيديو جيمز من حياتك
الموضوع بيدي رش كبيرة جدا لحياتك، بيدي رش انك تتطور، رش انك تتعب على حاجة تانية. لان اكبر ترانزيشن حصل في التاريخ دلوقتي هو ترانزيشن الشاب اللي كان جيمر لحد الشاب اللي كان بقى بيحب الجيم وبيحب الرياضة بشكل عام. يعني ده تقريبا اكتر تحول حصل السنين اللي فاتت، بالذات وقت الكورونا، لان وقت الكورونا الناس خلاص زهقت من الالعاب وكده، فراحوا لحاجة تانية، الجيم، الملاكمة، الالعاب يعني عامة اللي هي الرياضات. عندنا دلوقتي السبب الخامس. السبب الخامس ليه الرجالة بقت تعيسة في حياتها. احنا اتكلمنا عن النظام التعليمي، اتكلمنا عن المدرسة والجامعة، اتكلمنا عن كره المنافسة، واتكلمنا عن الكوكي جار انك لازم تعمله، واتكلمنا كمان عن عدم وجود الملل. تمام. خامس حاجة معاك ايه هي؟ خامس حاجة هي اجبار المجتمع عليك انك تبقى كيوت، وتخلي البنت فوقك مجرد انها بنت. هقول تاني، اجبار المجتمع عليك انك تبقى راجل كيوت وشايف البنت احسن منك لمجرد انها بنت. فاهم الفكرة؟ هي اتولدت بنت ما عملتش اي حاجة في حياتها، بس هي احسن منك. معلش، هي احسن منك. وانت لو دخل المدرسة، واكيد لاحظت الموضوع ده، ان في فرق في التعامل بينك وبين البنت، مع انهم بيقولوا احنا عايزين مساواة، مع اني ضد المساواة، بس المساواة هنا اصلا مفيش. فين المساواة يا اسطى؟ البنات خدوا حقوقهم وحقوق غيرهم يا اسطى. انت بتتكلم في ايه؟ مساواة فين؟ فين المساواة؟ فاهم الفكرة؟ يعني القضايا اللي بتحصل زي التحرش والحاجات دي، ايه علاقة المساواة بيها؟ يعني دي مشكلة في المجتمع، يعني المتحرش ده مشكلة في المجتمع. المتحرش لازم نخلص منه بأي طريقة، يتعدم، يتقتل، ماليش دعوة. المتحرش لازم نخلص منه، فاهمني؟ يتحبس مدى الحياة، مش مشكلتي، بس لازم نخلص منه. ايه علاقة المساواة بالموضوع؟ يعني مش فاهم. ففكرة يعني، بص، انا متأكد انك متبرمج من وانت صغير على فكرة ان البنات احسن منك دايما وكده، لان انت من ساعة ما اتولدت وانت تتفرج على افلام ومسلسلات بتبرمجك على الفكرة دي. خلينا ناخد مثال، اشهر مثال، فيلم سبايدر مان. انت بتتكلم عن بطل خارق احسن من 100% من البشر اللي على الكوكب، اقوى منهم كلهم، عنده قدرات مفيش حد منهم يقدر يعملها، ولسه بيجري ورا واحدة اقل منه بكتير. لسه سيمب، سبايدر مان سيمب. البت اقل منك بكتير يا اسطى، سيبها، مش في مستواك. لا، برمجوك في الفيلم انك لا تقعد تجري وراها، لانها ممكن في يوم بعد ما نامت مع الرجاله دول كلهم ممكن تختارك بقى في يوم. انت متخيل الفكره؟ الموضوع مش منطقي يعني. احنا بجد عشان كده بتلاحظ دايما ان في مسلسلات كتير وافلام كتير بيطلعوا دايما الست هي الذكيه والراجل هو غبي اللي ما بيفهمش اللي في البيت، والست هي الذكيه القويه اللي دايما هتجيب الحلول ومش عارف ايه. فاهم الفكره؟ فانت متبرمج من وانت صغير ان الست احسن منك دايما، الست احسن منك، اعبدها، اركع لها لما تيجي تقدم لها. كل ده بيأثر على مخك بطريقة ما. تمام. علشان كده اوعى تستسلم للايديولوجيات دي، اوعى تستسلم للافكار دي. حتى في فيلم باربي، فيلم باربي اللي هو كان فيلم الفيمينيست ساعتها، الفيلم اتريقوا على الفيمينيزم فيه. انت مش عارف انت ركزت في اللقطة ولا لا، بس كان في لقطة في الفيلم، لو شفت الفيلم نازل من 4 سنين ولا حاجة، كان في لقطة في الفيلم، كانوا رايحين مكتب تقريبا، وبعدين الراجل مش فاكر قوي، بس الراجل في المكتب قال هما الستات فاكرين ان هما اللي بياخدوا القرارات، بس احنا لسه اللي بناخدها، بس هما واجهة واحنا اللي فوق. يعني عايزك تتخيل ان الفيمينيستات هما العروسة اللي بتتحرك، واحنا اللي بنحركهم من فوق. هو ده حرفيا اللي بيحصل. تمام. لان هما يعني، عايزك تفتكر ان موضوع الفيمينيزم وكده بدأ لان الراجل هو اللي وافق انه يبدأ. فاهم الفكرة؟ راجل قال لبنته ماشي انا هوافق على الموضوع ده، فهو الموضوع حصل. بس الموضوع حصل عشان كده. فعشان كده انا دايما بقول للرجاله لازم تاخد مسؤوليه في اي حاجه حواليك. اي غلطه انت فيها لازم تاخد منها مسؤوليه، لان انت لو دورت في طريقه بعيده شويه هتلاحظ ان انت السبب، انت اللي سببت الموضوع ده ان هو يحصل. فلازم تاخد accountability في كل حاجه في حياتك. لو شكلك خرا خد accountability، لو حياتك زباله خد accountability، لو واحد ظلمك خد accountability. انت كان ممكن ما تبقاش في الموقف ده، بس انت رحت المكان ده، واحد اتظلمت بطريقة ما، فخد accountability. فاهم الفكرة؟ اخر سبب اللي هو السبب السادس، قلة التستوستيرون.
وانا عملت فيديو كامل بتكلم فيه عن التستوستيرون واللي بيقل، وتقدر تروح تشوفه كذا فيديو كمان مش واحد بس. التستوستيرون بيقل يا جماعة بسبب البلاستكس والاكل الخرا. انا اتكلمت في الفيديو اللي فات على البلاستيك، هتكلم عن الاكل الزبالة دلوقتي. بس خلينا نعيد البلاستيك يعني باختصار البلاستيك، يعني نفترض ان دي بلاستيك مثلا، تمام. انا كل ما اعمل كده في مايكرو بلاستكس بتدخل من جلدي لدمي على طول. ما تسألنيش ازاي، بس ده اللي بيحصل. كمان لبسك بلاستيك، لو انت بتلبس بوليستر او الاستين او سباندكس، كل ده بلاستيك بيدخل للجلد بتاعك للدم. وللاسف لقوا ان البلاستيك ده كله بيتجمع في التستكلز، بيتجمع في الخصية في بضانك يعني من الاخر. هتقول لي ليه؟ هقول لك ما اعرفش. والبلاستيك فيه كيميكلز معينه بتفشخ الانسان، زي البي اف ايز الفوريفر كيميكلز، الفاليتس، البي بي اي، البي بي اس، البي بي اف. كل الحاجات دي بتدمر البشر وتعتبر استروجينيك يعني حاجه بتميمك هرمون الاستروجين في جسمك كراجل او كست. وزياده الاستروجين للجنسين غلط. تمام، زياده الاستروجين للجنسين على حسب، على زي فوق النسبة معينة، الموضوع غلط. للرجالة بتعمل مشاكل كتير، زي مشاكل جنسية، زي بتعمل تسدي الرجالة، بتعمل مشاكل كتير جدا في جسم الرجالة، بتخليك ما تقدرش تخلف. تمام، فكرة ممكن الموضوع يوصل للمرحلة دي. وغالبا يعني أنا شايف بعد مثلا 10 سنين ولا 20 سنة أو 15 سنة كمان، 50% من الرجالة اللي في الكوكب مش هيعرفوا يخلفوا إلا بمعاناة. تمام، مش زي زمان بيخلف من أول ليلة وخلاص كده. لا، بعد كده الموضوع هيبقى فيه معاناة شوية. تمام. الستات برضو زيادة الهرمون الاستروجين عن الطبيعي مضر جدا ليهم. عشان كده الطريقة اللي الناس فشخوا بيها هرموناتهم مضرة جدا. وانت يعني السبب الرئيسي للموضوع ده هو الأكل كمان. يعني الأكل اللي انت بتاكله بيأثر جدا على الموضوع. لو انت أكلك كله سكر، لو أكلك كله زيوت نباتية، فانت غالبا هتحط نفسك في ليفل معين انك مش قادر تعمل الموضوع ده. تمام. بس انا نصيحة بديها في الحالة دي دايما، انك لو حاجة ما كانتش موجودة من 1000 سنة الناس بتاكلها ما تاكلهاش. اللحمة كانت موجودة من 1000 سنة، كلها. تمام. اللبن كان موجود من 1000 سنة، كله عادي مفيش مشكلة، بس كل اللي هو اللبن الغير مبستر. تمام. ودي مش medical advice. you do everything at your own risk. انا ماليش اي دعوة باللي انا بقوله، انا بقول الكلام بس انت عايز تنفذه براحتك at your own risk. تمام. ايه تاني؟ البيض كان موجود من 1000 سنة، الناس بتاكله عادي، كل بيض. الحاجات دي كلها كانت موجودة من 1000 سنة، الفاكهة كانت موجودة من 1000 سنة. اللي ما كانش موجود من 1000 سنة، البروتين بار اللي انت بتروح تجيبه ما كانش موجود من 1000 سنة، ارميه في الزبالة. البروتين باودر مش موجود من 1000 سنة، ارميه في الزبالة. ايه تاني؟ اي حاجة يا جماعة مش موجودة من 1000 سنة. الناس من 1000 سنة ما كانوش بياكلوا شوفان، يعني خلينا نكون منطقيين. ما كانش في حد هيسيب اللحمة ويروح ياكل شوفان الا البيزنتس. لو انت بيزنت كل شوفان عادي. غير كده يعني، في حاجة لازم تفهمها، ان الكوليسترول هو البيلدينج بلوك بتاع التستوستيرون. التستوستيرون مش بيتبني الا من الكوليسترول. تمام. فانت طول ما الكوليسترول بتاعك عالي من البيض، من اللحم، من ساتوريتد فاتس اللي كده، طول ما صحتك هتزيد، طول ما التستوستيرون هيزيد. انما انت لو مضحوك عليك يعني وكده، وفاكر ان الساتوريتد فاتس غلط عليك والكوليسترول غلط ومش عارف ايه، هتفضل تستوستيرونك قليل. للاسف انا بقول لك المعلومه دي دلوقتي، لان انت مفيش حاجه تقدر تعملها. انت خلاص يعني انت مستسلم لفكره ان الكوليسترول غلط، لان الساتوريتد فاتس غلط لازم ابعد عنها، لان انت مصدق الدراسه اللي اتعملت من 100 سنه عشان تبقى تبهدل البشر. جدي وجدك اتضحك عليهم واتقال لهم ان الساتوريتد فاتس غلط، اتضحك عليهم واتقال لهم ان الزيوت النباتيه هي الصحيه، وده غلط. كانت بتستخدم كانجنت لوبريكنت، ودلوقتي بتستخدم في الاكل. جسم الانسان ما بيعرفش يطلع الزيوت النباتيه، جسم الانسان بيخزنها في السيلز بتاعتك في جلدك. عشان كده لما تطلع على الشمس بتتحرق من الزيوت النباتيه. فاهم الفكره؟ انما انت لو بدلت الحاجات دي كلها بس ساتوريتد فاتس، انا قسما بالله اقدر اقعد 5 ساعات في الشمس من غير ما اتحرق والله. وانا ما اتولدتش كده، لان انا من 4 سنين رحت مع صحابي قعدت في الشمس ساعتين ولا حاجه، وحرفيا راجع البيت محروق، وعارف صحي تاني يوم في حرق في كل حته في وشي وفي جلدي. عشان كده انا ما اتولدتش بالحاجه دي. انا يا اسطى عايزك تفهم ان انا اشتغلت على الموضوع ده، انا فاهم انا بعمل ايه. لان يعني قالوا ساعتها للناس، لاجدادي واجدادك وكده، ان الساتوريتد فاتس غلط لانها بتجيب مشاكل في القلب. البولي انساتوريتد فاتس اللي هي الزيوت النباتيه يعني باختصار هي الصحيه. وقالوا بتقلل من مشاكل القلب وكده.
انا عامل جراف كنت حاطه على الانستجرام، يعني ان كل ما الوقت زاد من ساعة اختراع الزيوت النباتية ودخولها للبيوت، الهارت اتاكس زادت اكتر، الهارت بروبلمز زادت اكتر، الامراض بتاعت القلب زادت اكتر. فاهم الفكرة؟ علشان كده بلاش فكرة ان لا الحاجات دي مش اللي هي ساتوريت فاتس غلط ومش عارف ايه، بعيدوا عنها. خلينا ناكل الزيوت النباتية دلوقتي. الزيوت النباتية يا جماعة من اسوأ الحاجات اللي انت ممكن تدخلها جسمك، لان السكر بيتحرق عادي. انت لو كنت سكر عادي تمام، انما الزيوت النباتية تفضل جوه الجسم، محتاجة سنتين ل5 سنين عشان تطلع منه. انا ما اتوقعش في حاجة اقدر اقولها لك اكتر عشان تقتنع بالفكرة. فده فيديو النهاردة، خش الديسكورد، اعملي فولو على الانستجرام، واشوفك الفيديو الجاي.